حبايبي كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب ومحتاجين بقى حلويات كده في رمضان، وفي نفس الوقت عايزين حاجات سكرها خفيف وما تاخدش معاكي لا وقت ولا مجهود. هنعمل تحلية جميلة، عايزة اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، جربوها هتعجبكم قوي. هنعمل النهاردة الجلاش بالكريم كراميل، سهل وسريع وبأي لفة جلاش عندك، حتى لو بقالها سنة في التلاجة هتعمليها وهتبقى طعمها تحفة. اول حاجه معايا لفه من الجلاش نص كيلو، طلعتها من الكيسه سبتها مبرومه كده زي ما هي، وهبدا ان انا اقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود، ولا بقى هتورقي ورقه ورقه ولا هتعملي حاجه. سريعا سريعا كده هتعمليها. بعد ما عملت الشرايط دي هبدا ان انا افرطها من بعضها عشان ما تبقاش لازقه في بعض. وزيادة التأكيد رحت جبت كده طبق كبير ونزلت بكل كمية الجلاش اللي معايا، وبدأت ان انا افرط الشرايط دي كده بالشكل دوت عشان اضمن ان كله يبقى منفصل عن بعضه، ما بقاش فيه ورقة لازقة في بعضها عشان ما تعجبنش مني. بعد كده جبت صينية مقاس 27 ورحت جاية دهناها بدهنة من السمنة. انا كل كمية السمنة دي كانت نص كوباية من السمنة، وممكن كمان تعملي ميكس ما بين السمنة والزيت. بعد كده رحت حاطه طبقه من الشرايط ديت بتاعه الجلاش. بعد كده رحت جايه برضو حاطه عليها شويه من السمنه. بعد كده برضو هحط عليها طبقه تانية من الجلاش، وهبدأ ان انا اسويها كده بايدي، وهنزل برضو عليها بمعلقتين كده من السمنه عشان اضمن ان الطبقات كلها اخدت من السمنه. هعمل الطريقه ديت. بعد كده هحط برضو الطبقه التالتة وهكذا لغايه ما اخلص الجلاش اللي معايا. انا عملت 4 طبقات ودي كانت الطبقة الرابعة الأخرانية، هحطها كده بالشكل دوت وهبدأ ان انا اسويها بايدي، ونزلت بقية كمية السمنة عليها. هندخلها على فرن سخن درجة حرارة 180، هنشغل من تحت، واول ما تاخد لون هبدأ ان انا اشغل الشواية دقيقتين 3 وتاخد لون، هبدأ ان انا اطلعها. في الوقت اللي هي فيه في الفرن هبدأ اجهز الكريمة، والكريمة عبارة عن نص كيلو من الحليب. هضيف عليهم باكت من الكريم كراميل، وهضيف كمان كيس من الفانيليا، وهضيف كمان 5 معالق من السكر. والسكر هنا نسبي يزيد ويقل حسب ما انتي حابة سكرها ايه، بس سكرها كان مظبوط جدا. هبدأ ان انا اقلبها الاول كده على البارد، هقلبها كويس جدا. بعد كده هبدأ ان انا ارفعها على النار، وايدنا فيها بقى في التقليب، ما نسيبش التقليب خالص لحد ما يبدأ يغلي. طبعا انتوا عارفين ان الكريم كراميل مش بيتقل خالص، هو بيغلي بس، واول ما يغلي اطفي عليه النار وهيبقى كده ايه زي ما انتوا شايفين كده مش بيتقل. شيلته بقى كده من على النار، والجلاش كان طالع معايا من الفرن باللون الذهبي الجميل دوت. سامعين بقى الصوت؟ زي ما انتم شايفين كده انا سقيته بالكريم كراميل كله، الجلاش سخن والكريم كراميل كمان سخن معايا. زي ما انتم شايفين هو عايم كده، لكن بعد شوية الجلاش هيشربه كله وهيبقى جميل. ولما الكريم كراميل يتجمد جوه الجلاش بيبقى طعمه رائع. هنسيبه بقى يبرد شوية. بعد كده هبدأ ان انا ازينه، بشوية كده من جوز الهند او باي مكسرات موجودة عندك. هبدأ ان انا كمان احط له شوية كده من الزبيب. والكيس كريم كراميل اللي كان معايا فيه كراميل رحت بقى فتحاه كده، وبدأت ان انا امشي بيه بخطوط كده عشوائية كده رايح جاي كده زي ما انتم شايفين. وممكن برضو نسيبوه سادة خالص، التزيين ده حسب ما انتي حابة وحاجة ترجعلك انتي. خلاص كده بقى خلصنا التزيين بتاعنا. هبدأ ان انا اقطع الصينية بتاعتنا. ما شاء الله بقى شايفينها سهلة ما شاء الله في التقطيع، وما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود خالص. نطلع حتة بقى عشان نشوف قد ايه هي جميلة. ما شاء الله القطعة طلعت معايا بكل سهولة. ما شاء الله طالع معايا مورق وحلو ومستوي، وبجد ما خدش معايا اي وقت. جربيه بقى وقوليلي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو.